وكأن الزمالك قال ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. فرد الأهلي رد كان سريع جدا في الشوط الثاني، وقال لك ايه بقى؟ قال لك فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح بما رادت لها السفن. وفي عبارة أخرى الأهلي اللي جه من بعيد رافع شعار أغنية منير جاي من بلاد البعيدة، لا زاد ولا مية، جيب الزاد والمية في الشوط الثاني عبر بوابة النينجا في سيناريو مجنون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. سيناريو تأليف وإخراج وتمثيل وإعداد وإنتاج حسين الشحات، النينجا اللي بس شنكاره في الدقيقة 68، في الدقيقة 69 نزل، في الدقيقة 69 وسيكا كان بيعمل اسيست، في الدقيقة 71 كان بيجيب الجول، بعدها بشوية كان بيعمل ضربة جزاء في فروق توقيتية لا تدل على شيء إلا أنها تدل على أنه استغل الفرصة بشكل جيد جدا وكان مستعدا. النينجا اللي هو كمان جه من بعيد قوي، شد قطر النادي الأهلي في الشوط الثاني، ويا له من لقاء ومن سيناريو مجنون في كرة القدم. الأهلي النهارده بيعبر عن نفسه في الشوط الثاني تحديدا، ويستغل هذا التراجع غير المبرر على الإطلاق لفريرا وللزمالك. مباراة بدأت بدايتها للزمالك وانتهت بالأهلي. الأهلي اللي جه غريب في اللقاء ده، جاي غريب ما يعرفش حد خالص. أول 10 دقايق الأهلي غريب تمام، تحس إن هو مهجر في الملعب، مش عارف أي حاجة في أي حاجة. ثم تنقلب الأمور رأسا على عقب من الشوط الثاني تحديدا. الشوط الثاني وان سايد جيم، الأهلي فقط لا غير في المباراة بمحاولات كتير جدا جدا جدا، على عكس الشوط الأول تماما. إذن هو فوز مستحق للأهلي، فوز عن جدارة للأهلي، فوز بعنوان الفرقة اللي بيبقى قادرة إن هي ترجع في المباراة مبروك كسبت. الفرقة اللي بقى عندها شجاعة وقدرة على المغامرة في أوقات صعبة مبروك كسبت. الفرقة اللي بقى عندها بديل جاهز مبروك كسبت. الفرقة اللي بقى عندها لعيب مركز مبروك كسبت. كل هذه العناوين حطها هتمشي على الأهلي وهتمشي على حسين الشحات تحديدا. وانا احب قوي اللعيب اللي ما تسمعلوش حس ويجي من بعيد فعلا ويقول سلام عليكم يا جماعه، مساء الخير، انا حسين الشحات جبت جول وجبت ضربه جزاء وسلام عليكم. هتقف قدامها كتير قوي قوي. وانا ضد الاحكام المطلقه في كره القدم اللي هي ايه بقى حسين الشحات ما يقعدش تاني دكه. مفيش حاجه اسمها في الكوره ما يقعدش تاني دكه، يلعب وحش هيقعد دكه. هي الكوره كده، اللي بيلعب حلو يلعب، يلعب وحش يقعد، يجي غيره يلعب. هي كده الكوره كده يا جماعه، ما تقولوش مصطلحات. انا شايف ناس كتير بتكتب الكلام ده، يقول لي يا ابو حسين الشحات عادي يعني هيلعب وحش هيقعد. انما انا النهارده بشوف واحده من اغرب او من اخطر او من اجرأ القرارات، وقفه تريزيجيه على ضربه الجزاء. قسما بالله انا لو مكانه هعملها، لو هاخد ملايين الكره الارضيه والله لو هيعملوا لي اللي ما هاخد الكره دي. اعمل يا باشا اي حاجه فيا مش هاخد الكره دي. الكره دي تخلص على تريزيجيه ما بقي له من عقد في النادي الاهلي لو اهدرها. انت جاي من باك جراوند، جاي من خلفيه ضربه جزاء راح ضيعتها في كاس العالم للانديه، الناس بتحاول تتعافى منها لحد دلوقتي. وشويه حاجات وشويه بتاع وضغوط كتير ضغوط كتير ضغوط كتير. جرأة كبيرة جدا جدا جدا، بس جرأة خطيرة يعني يعني في حتة كده يعني لما تيجي تشوفها خطر خطر خطر، اللي هو انت انا شايف عمال ايه قلبك قاعد قوي، قلبه قاعد بأمانة الله. تسجيل هذا الهدف هيديله ثقة كبيرة جدا جدا. هو بيقول لك كده دايما يعني يفوز باللذات كل مغامر. يا باشا انا هغامر، بس لو المغامرة بتاعتي ما نجحتش كل سنة وانت طيب. فالاهلي استطاع انه يتغلب على الزمالك بفوز مستحق، وهذا هو
ما يستحقه الاهلي في المقدمه.